وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. اسمع تفاصيل أزمة محمد رمضان بعد الفاصل. أهلا بكم في قناة حكاوي الغلابة. أزمة محمد رمضان، الشخص ده بيعمل كل حاجة وهو مخطط ليها وعارف كويس جدا، وهو بنفسه جاي دي قبل كده. يعني ظهوره ببدلة الرقص دي من يومين ده مخطط لها وقاصد وعارف كويس ان ده هيعمل ترند كبير ويعلي من ظهوره وسعره. وقصة ان الجمهور يزعل دي امر مش في دماغه ولا في حساباته طبعا، لانه عارف ومذاكر كويس جمهوره هيطلع يرميله شويه فلوس زي البرنامج اللي في رمضان ويرجع يحبه تاني وابن البلد تاني. لكن الردع الحقيقي لازم يكون من الدوله نفسها، رد فعلا للاساءه اللي سببها للبلد نفسه. حته انه يلبس بدله رقص ويمسك علم مصر دي اهانه للدوله واهانه لعلم مصر واهانه للمصريين كلهم. محمد رمضان ذكي وعارف كمان كويس ان يعرف يجيب جمهوره تاني حتى لو غلط، زي ما طلع برضه قبل كده وقال ارمي سلاحك وبكل عنجهية وبالسلاح مصدي، وبعد كده راح مضى مع الشركة اليهودية شركة كوكاكولا ومضى معاها وعمل معاها عقد بملايين الدولارات. وبرضه الشركه اليهوديه اللي فلوسها بتروح لاخواتنا بيضربوا اخواتنا في الحته اياها، مش عاوز اقول عشان خاطر الفيديو ما يتحذرش بس ولا ينشال من على اليوتيوب. لكن انت محمد رمضان ذكي جدا وعارف كويس ان اللي بيعمله ده مخطط ليه، وعارف كويس جدا ان اللي بيعمله ده هو قاصد كده وعايز كده. فلازم تفهم ان محمد رمضان ذكي، فمحدش يقول ده غصب عنه ومش غصب عنه. الرساله وصلت. اللي عمله محمد رمضان دي اهانه صريحه لرمز البلد بحاله. اللي محمد رمضان عمله على المسرح هو رافع علم مصر بالمنظر ده امر ما ينسكتش عليه. دي مش جراءه، ده قله احترام واضحه. ترفع علم بلدك وانت لابس بدله رقص، ده اسمه تحقير مش تمثيل، ده اسمه مسخره مش استعراض، اسمه انك بتدوس على رمز وطن ناس ماتت علشانه. علشان تعمل لقطه سخيفه في حفله زي دي يبقى دي قله ادب. العالم ده مش خلفيه ترند، ده شرف بلد بحالها وتاريخ بلد بحالها. اللي حصل ده مش حريه تعبير يا رمضان ولا فن، دي اهانه تستحق الاعتذار مش التصفيق. مصر اكبر من اللي بيحصل ده، واللي مش جد رموز مصر وعلم مصر ما يتكلمش باسمها. جاي تلبس لي بدله رقص بتاعت واحده رقاصه وحاطط لي دهب على صدرك وعريان وحاطط العلم على صدرك وبتمثل مصر؟ ده انت بتهين مصر مليون مره. دي سخافه وقله ادب وقله تقدير للمصريين. محمد رمضان مخطط لده وعارف كويس انه هياخد ترند عشان بس ما حدش يضحك عليك ويقول لك ده هو مش واخد باله، ده هو انضحك عليه والكلام ده. انت بتمثل مصر، يعني لازم تكون في الادب والاحترام، في قمه الادب والاحترام، لان انت رمز من رموز مصر. بس للاسف انت ما تستحقش انك تعلق علم مصر على صدرك ولا على راسك. مصر اكبر منك مليون مره يا رمضان، عشان بس ما تطلعش تهجس وتعتذر تاني. انت بتجيب المصريين تاني. طلعت لنا برضو قبل كده علي سلاحك واعمل سلاحك وهبطت في الكلام وانت اصلا مش واعي اللي انت بتقوله، وسجلت مع شركات تانية وخدت ملايين. عملت لنا مدفع رمضان برضو وانت ما دفعتش حاجه من جيبك. انت ما دفعتش حاجه من جيبك، ده فلوس الاعلانات، وضحكت على الناس برضو واللي استخفيت بالناس ورجعت لهم فلوس وبتاع وعملت ترند عشان تكسب حب الناس تاني. لكن ده اللي بيعمله في رمضان ده امر ما ينسكتش عليه. لازم الدوله تتحرك وتوقف هذه المهزله وتوقف الاساءه للمصريين ولعلم مصر. ومصر اكبر منك مليون مره يا محمد رمضان. دي اللي حبيت اوضحها في الفيديو.